السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أول حلقة من بودكاست أخلاق البيزنس. واللي ما يعرفش فكرة البودكاست، إن البودكاست ده هيكون فكرته إن إحنا على طول شايفين ناس كتير مش لاقية شغل، وناس كتير متضايقة من الشركات، وفي نفس الوقت شايفين شركات برضو مش لاقية ناس تشتغل. فهو هنا أكيد في مشكلة ممكن تخلي الناس، هو ده النتيجة، إن كله متضايق، إن في مشكلة ثقة، في أزمة حقيقية. وعشان كده احنا طالعين في أول حلقة نتناقش في حاجة مهمة جدا. لما بتيجي تفكر كده، هو الواحد بينزل يشتغل ليه؟ هتلاقي ممكن واحد يكون بسيط، أو حتى أموره متيسرة، ولكن هو بينزل من بيته، عنده أسرته، عايز يصرف عليهم، عنده حد مريض، عنده علاج لازم يدفع آخر الشهر، عنده التزامات محتاج يوفيها، فيفضل يدور على شغل. وبعد ما يلاقي الشغل ده ويشتغل ويتقن شغله، يبقى فيه أزمة إن آخر الشهر ما بياخدش الفلوس، ما بياخدش الفلوس اللي هو كان مستنيها واللي هو اتفق عليها، لأن في النهاية حصل تأخير في المرتب. فهو ده التوبيك اللي احنا جايين نتكلم عنه، عشان ده توبيك مختلف، توبيك مؤذي جدا. أنا شفت كمية شركات بتقفل بسبب الموضوع ده، بسبب ان الناس ممكن تسيبهم عشان هم اخروا مرتبات. وفي نفس الوقت شفت بيوت كتير بيحصل لها مشاكل وازمات، ويضطروا يتداينوا، وممكن في ناس بتتسجن عشان عليها فلوس، وكانت متوقعة ان في فلوس ممكن تجيلهم. وفي اضرار كتير قوي ممكن تحصل. بس هو الحقيقة ان الضرر هنا مش على اللي ما اخدش المرتب بس، وده اللي احنا حابين نتناقش فيه. حابين نتناقش في حتة، هو احنا اصلا ده من الاخلاق ومن الاثكس ومن السمعه ومن البيزنس ان احنا ناخر المرتبات؟ وهو اصلا ليه بنأخر المرتبات؟ فلما تيجي تبص كده هتلاقي ان المشكله دي محتاجين نوصفها عشان نفهم هي جايه منين. اكيد في اسباب لتأخير المرتبات، وهل الاسباب دي منطقيه ولا لا؟ وهل في حلول؟ وهل انا كموظف مستني مرتبي المفروض اعمل حاجه؟ وهل لو انا واحد بشتغل وجالي شركة تانية بمرتب أعلى، أسيب الشركة اللي أنا فيها ولا أروح الشركة دي؟ كل ده ممكن يترتب على اللي احنا بنتكلم فيه، لأن تأخير المرتبات مش بس بيطول الشخص الغير مقتدر بس، لا ده بقى أصبح يعني اللي بقى بيصدق في المرتبات ويديها في ميعاده، ده ممكن يكون حاجة استثنائية. ولكن بقى فيه تأخير مرتبات في حتت كتير، ودي ما بقتش موجودة بس عندنا، دي موجودة في حتت كتير، في بلاد كتير، في سواء شركات معاها فلوس أو معهاش فلوس. المشكلة في المبدأ، المشكلة إن إحنا لو فهمنا هو إيه أبعاد الموضوع، ممكن الموضوع يتحسن، ممكن الشركات تبص للموضوع بشكل مختلف، وممكن أنا كفرد أفهم ضرره على باقي الأفراد. وعشان نقدر نحدد إيه المشكلة، فإحنا محتاجين نعرف الحاجات بمسمياتها. فلما تيجي تبص يعني ايه مرتب اصلا، هتلاقي انت لو دخلت على جوجل هتلاقي ان الاجر الذي يتقاضاه الاجير او الموظف كل شهر، او خلينا نقول حسب الاتفاق. بس خلينا اشرحها لك بشكل مختلف، وخلينا نتناقش فيها بشكل مختلف. لو انا استلفت فلوس منك، انا جيت دلوقتي استلفت فلوس منك، فالفلوس اللي انا استلفتها منك دي بتاعتك، دي مال حلال، دي تخصك، دي مفيش اختلاف ان هي بتاعتك. كويس؟
فاصبح ان انا لو ما ردتهاش ليك ده دين عليا. فاصبح ان انا لما اكون مديون لك بفلوس او عليا فلوس فده دين عليا. احنا اوقات بياخدنا البيزنس والرأسمالية اللي احنا دايما منهمكين فيها، وان الفلوس والشغل والشركات، وبننسى نسمي الحاجات بمسمياتها. فالمرتب لو اتأخر هو دين عليا. وعشان نفهم اكتر المعنى، انا واحد جيت اشتغل معاك، وبعد ما اشتغلت معاك من اول يوم المفروض انا هشتغل الاتفاق ان انا هاخد مرتبي بالشهر زي معظم الشركات. فانا لو جيت هاخد مرتبي اخر الشهر يبقى اصبح ان انا اول يوم مش هاخد فلوس، تاني يوم مش هاخد فلوس، لغايه اليوم ال30. طب لو عكسناها، لو انت اديتني الفلوس في اول يوم وطالب مني ان انا اشتغل لمده 30 يوم، طب لو انا ما جيت، لو انا ما التزمتش، لو انا ما اخلصتش في شغلي، لو انا ما اتقنتش شغلي، لو انا يوم اجي ويوم ما اجيش، لو انا جيت لك على اليوم ال30 وما جيتش خالص اصلا بعد ما اخدت المرتب، فانت دافع لي ان ادفانس او بشكل انك انت دافع لي مقدم. هل هتبقى مبسوط؟ هل صاحب الشغل هيبقى مبسوط؟ هل الاتش ار هيبقى مبسوط؟ هل المحاسب هيبقى مبسوط؟ هل اي حد هيبقى مبسوط من نظرة دنيوية بحتة غير اللي اخد الفلوس؟ الاجابة لا. فاصبح ان الموظفين بيستأمنوا نفسهم على اصحاب الشركات ان احنا هنشتغل يوم والتاني وال30 يوم عشان ناخد الفلوس في الاخر. فاصبح ان ده مش بس دين عليا لو انا اتقنت شغلي، لو انا جيت، لو انا التزمت، ده كمان التزام بكلمة. فاصبح المرتب نقدر نقول ان هو مش بس اسمه مرتب، هو اصبح اسمه دين والتزام بكلمة. زي ما انا كموظف ممكن اكون التزمت معاك ان انا هاجي في ميعادي، ان انا هعمل الشغلانه دي، ان انا هعمل التاسك ده، ففي نفس الوقت اصحاب الشركات ملتزمين بان هم يدفعوا الرقم اللي احنا اتفقنا عليه، ملتزمين ان احنا الاتنين ملتزمين بكل اي حاجه اتفقنا عليها. ولكن بمجرد ان الاتفاق خلص، ان اليوم ال30 وصلنا ليه، او ان احنا مرتبات بندفعها في اليوم الكذا، خلاص اصبح ده دين في رقبتي بقى. وهنا انت في حاجات لما بتفهم اكتر ان المرتب ده دين، وبتفهم ان ده التزام بالكلمة، فاحنا محتاجين تعال نبص بقى اكتر ونتعمق اكتر في الاضرار، والاضرار هتمس مين. لان احنا في اعتقادنا ان ممكن تمس الموظف بس، بالرغم ان انا ممكن كصاحب شركة يكون معايا انا الفلوس، فانا المفروض كنت هدفع للموظف ده 1000 جنيه، فما دفعتهمش، فانا المفروض استفدت ال1000 جنيه، معايا 1000 جنيه حوشتهم، واللي حصل اتضرر عليه هو الموظف. ولكن في الحقيقة الضرر ما حصلش على الموظف بس. فأنا عايز أقول لك إن الدين ده موضوع خطير، موضوع خطير. ولما تيجي تبص له، إحنا أي حاجة بنبص لها في حياتنا محتاجين الأول نبقى لابسين نظارة الدين، وبعد كده بقى نوع العدسة اللي هنحطها نحط أي نوع عدسة. يعني مرة هنحط عدسة البيزنس بس من الفريم بتاع الدين، مرة هنحط عدسة المساعدة، مرة هنحط عدسة التحويش،
مرة هنحط عدسة إن أنا برفه عن نفسي، بس في إطار النضارة الأساسية. النضارة مش هنقلعها. فأصبح إن إحنا في كل حاجة محتاجين نبقى لابسين النضارة الأساسية، وحط عدسات بقى براحتك. فالموضوع ده لو إحنا ركزنا فيه هنلاقي إن كل حاجة موجودة، كل حاجة متقالة. فلما تيجي تبص وحاجة مختلفة، ربنا سبحانه وتعالى بيقول: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. حاجة بعيدة خالص عن اللي احنا بنتكلم فيه. بس شوف، فآتوهن، الفاء دي ده يعني بسرعة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: اعطي الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. انت شايف التشبيه؟ مش أنا بقى بحوشهم لك، مش واحنا هنروح من بعض فين. لا، ده الموضوع خطير. بلاش كده. خليني أقول لك، لما الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا إن ربنا سبحانه وتعالى قال: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. أنت متخيل الكلمة؟ يعني لما تقعد تفكر كده، لما واحد يكون ده إحنا لما لو أبويا متضايق مني ولا أمي متضايقة مني وراح حد فيهم قال لي الجملة دي، هتخاف. لو واحد بعضلات وقال لك الكلمة دي، ولله المثل الأعلى. بس ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك: أنا خصمهم يوم القيامة. ومن ضمنهم: ورجلا باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا، يعني قرر إن هو أنا عايز خدمات الموظف الفلاني، فأنا استأجر، يعني إن أنا طلبت منه إن هو يعمل لي الخدمة دي قصاد فلوس، فاستوفى منه، يعني الموظف قام بالمهمة، خلصت. انت طالب التاسك ده يتعمل فاتعمل، ولم يعطه أجره، فخلاص السيرفيس اتعملت، الوظيفة اتعملت، ولكن ما ادتلوش فلوسه. زي كده لما بتركب تاكسي، انت ركبت التاكسي ورحت المشوار بتاعك، وهو بينزلك. لو انت قررت انك ما تديلوش فلوس، ايه الحل؟ ما هو وصلك خلاص، في ضرر وقع خلاص، في وقت، في فلوس اتدفعت، في مجهود اتعمل. فأصبح إن هو بيثق فيك إن شاء الله هتديله فلوسه. فربنا سبحانه وتعالى خصيم حد ممكن يكون قرر إن هو يوظف حد ومش هيديله فلوسه. وإحنا هنا بنتكلم عن فكرة تأخير المرتبات. أنا مش بفترض إن المرتب مش هيتاخد خالص، أنا بفترض إن هو هيتأخر بس، ولكن تأخيره ده بيبقى ليه ضرر كبير قوي. فأصبح ده مسموش مرتب، ده أصبح دين عليك. فلو إحنا بصينا لها بالمنطق ده، هتلاقي الموضوع بقى مختلف. هتلاقي الموضوع بقى إن إحنا محتاجين نلتزم بكلمتنا. وخلي بالك، ضرره بيبقى مش زي ما إحنا فاكرين إن هو ضرره ممكن يكون على الناس بس، على الموظف بس. لا، تعالى كده أقول لك ممكن يبقى ضرره إيه. أولا،
خلينا نتكلم عن الناس نفسهم. ولما احنا لابسين النضارة، تعال نبص بقى على ضرره وأثره على الناس اللي بتشتغل، الناس اللي اتأخرت مرتباتها. لما عملوا دراسة لقوا إن في ناس من الموظفين دول اللي بيتأخر مرتباتهم، شايفين 48% منهم شايفين إن أصلا المرتبات بتتأخر بسبب إن المديرين مش فارق معاهم. إحنا مش فارقين معاهم أصلا. وطبعا الضرر إن 47% منهم حسوا بالأذى النفسي والاسترس والبيرن اوت. تخيل كده انت ليك فلوس ومش عارف هتيجي ازاي، وعليك فلوس وعارف المفروض تدفع امتى. مأساة، مأساة. فخليني اقول لك ضرره على الموظف هيكون ان هو عليه اقساط، هيكون ان هو ستريسد، هيكون ان هو بيرن اوت، هيكون ان هو ممكن ما يلتزمش بكلمته، سواء مع الناس اللي متدين لهم، او الاكتر بقى كمان ما يلتزمش بكلمته ومتطلبات الحياة اللي بقت غالية جدا، وربنا يعين الجميع، قدام أسرته. إن هو ممكن يكون مكسور قدام أسرته بسبب تأخير مرتبات. ممكن ما يكونش عارف يجيب علاج، ممكن مش عارف يغديهم، مش عارف يتفسح، مش عارف يعمل البيزكس. وحتى لو مش البيزكس ده حقه، مش عارف يتطور، مش عارف يحط خطة لقدام، لأن هو مش عارف الفلوس هتجيله إمتى. وأنا شفت مواقف ناس مرتباتها بتتأخر بالشهور، وهو على أرض الواقع المفروض يكون معاه فلوس، ومفروض يكون معاه أرقام. وخلي بالك، أنا أعرف ناس مش بس هنا، لا، في بلاد كتير برضو بيحصل الكلام ده. وفي نفس الوقت يبقى هو لو الفلوس دي أخدها هيبقى معاه فلوس كتير، ولكن هو معهوش فلوس دلوقتي، ولكن هو متضايق دلوقتي. وده أثره لو احنا بقى بصينا كمديرين أو أصحاب شركات بأنانية، حتى مش قلبنا على الموظف، ده أثره كبير. ده هيكرهك، ده مع أول فرصة هتجيله هيروح لها. أنت مضرور أكتر منه. أنت مش مضرور بس هنا، أنت مضرور في إن الناس هتمشي، فالتيرن اوفر عندك هيبقى رهيب. أنا بقى هنا لابس النضارة وحاطط الفريم بتاع البيزنس. الفريم بتاع البيزنس يقول لك إن في تيرن اوفر، فأنت هتقعد عمال بتدور على موظفين طول حياتك. والأكتر بقى سمعتك. فأنت حتى لما هتيجي تدور على موظفين ممكن ما تلاقيش، ولو لقيت مش هتلاقي الكويسين، عشان الكويسين خايفين يجولك، عشان انت ما بتلتزمش بكلمتك. وانا هنا هقول لك، هنيجي للاسباب ايه اللي بتخلي ان المرتبات ممكن تتاخر. وفي بعضها بيبقى مش هنقول ان هو مبرر، ولكن هنقول ان ايه، خلينا نرتبهم من الايه، من السيء للأسوأ. فأوقات بيكون الناس الموضوع بيجي غصب عنها، الموضوع بيجي بطريقة يمكن فيه نوع من أنواع العشوائية. بس أنا والله العظيم بكلمك عشان سمعتك أنت، عشان سمعة شركتك، وعشان الناس اللي أنت مسؤول عنهم. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فأنت مسؤول عن الناس دي. الناس دي في رقبتك
ايا كانت الظروف الاقتصاديه المحيطه، طالما هم لسه في رقبتك هتتحاسب عليهم، دول مسؤوليتك. فانا يعني خليني اكمل لك واقول لك ان الضرر بيكون كبير جدا على اصحاب الشركات كمان، على الرغم من منظور دنيوي بحت يبان ان هو موفر فلوس، يبان ان هو ممكن يكون بيعمل بالفلوس دي حاجات، وقد يكون ده حقيقة. بس الحقيقة ان هو الحساب او ان احنا بنحسبها بالدنيا بس، دي حاجة بتبقى بشوفها يعني، عارف كده ايه، لما احنا نكون في امتحانات واحنا صغيرين في الامتحانات بيكون في كويز كده او اللي هو امتحان صغير بنمتحنه كده ايه بعد اول شهر من بداية السنة، عليه 5 درجات مثلا، لكن اصلا المادة من 100. فالامتحان الحقيقي والتقييم الحقيقي مش ان هنا انا وفرت 10 جنيه، طب وفي الاخر هنعمل ايه؟ طب وانت الضرر لما حد يدعي عليك ده هتستحمله؟ ما هو مظلوم. فالحاجة التانية، الضرر لو انت مهتم بانك تدفع المرتبات وانت اتأخرت لأي ظروف، لو بقى هنفترض انك مهتم جدا ولأي سبب الدنيا كعبلت، لأن وارد ان هي تتكعبل برضه، فانت اللي هتبقى ستريسد لو انت مهتم، لو انت فعلا مسؤول، ففي هنا ضرر برضه عليك. وهنا هقول لك ان خلينا نبص كده، هنفترض ان انا صاحب شركة وان انا قاصد ان انا اخر مرتب، فقد يكون، وهقول لك الاسباب هنيجي ليها اللي لقيتها، ولكن قد يكون منهم سبب ان انا عايز اعظم الارباح، قد يكون ان انا عشان حاططهم في البنك، قد يكون ان انا عشان هدخلهم في دورة مش عارف بضاعة، ولما تجيلي بضاعة هصرف ومش عارف ايا كان. طب ولما انا ما اديتش للناس مرتباتهم والناس مشت والناس زعلانة والناس بتدعي عليا، هي الناس دي هتشتغل بجد؟ يعني هو بجد الناس دي هتتقن شغلها؟ الناس دي لما هتحصل لك أزمة أو الشغل يزيد، ما أنت عايز تعظم الأرباح، هيسدوا ولا لأ؟ فأصبح إن اللي أنت أصلا بتحاول تعمله عشان تزود الشغل، فالشغل لو زاد هيحصل فيه دروب. ما هو فيه الضرر مش واقع، احنا اتكلمنا ان الضرر واقع على الموظف هنا، وانت الضرر واقع عليك هنا، وفي الضرر بقى على المجتمع والبزنس. فلما الشغل يزيد المجتمع هيتأثر في الحالة دي. ليه؟ عشان البرفورمانس هيقل. انت الابحاث بتقول لك ان بيبقى 25% البرودكتيفيتي بتبقى اقل، وان الناس اصلا مش بتبقى مهتمه اللي بيشتغلوا، فاصبح ان الكواليتي ممكن تتاثر، ممكن المجتمع يتاثر من جوده المنتج اللي انت هيطلع من عندك لمجرد ان احنا اخرنا مرتب. ما هو عشان اللي بيقدم الخدمه ده مش طايق نفسه. فتخيل انا ما قبضتش مرتبي وما بقبضهوش بقالي كتير، وانا راجل محاسب شغال او كاشير او ايا كان، المهم ان انا باخد فلوس، وعميل جاي يدفع لي دلوقتي 10000 جنيه، وفلنفترض انا مرتبي 5000 جنيه، فانا شايف فلوس داخله. اي نعم انا مش عارف حساباتك، انت ممكن تكون خسران برضو، انت ممكن اكون واخد ال 10000 جنيه دول من العميل وانت ما زلت خسران ومتضايق، انا ودي مش قصتي، لكن انا شايف فلوس داخله. فهل حابب بعامل العميل ده كويس؟ هل حابه مبسوط؟ حابه بدعي لك؟ ودي مش دعوه ان احنا نعامل الناس وحش،
الناس ما لهمش ذنب، ولكن انا بس بفتح ان الضرر ممكن ما يكونش على الموظف بس، الضرر كبير، الضرر بينتشر للكل. وهنا بيبدأ ان المجتمع يبدأ يشك في البيزنس بتاعك اصلا، ولا يثق في المنتج بتاعك. فاللي انت بتحوشه بيروح قدامه سنين كتير، بيروح قدامه فلوس كتير، بيروح قدامه حسنات كتير، بيروح قدامه دعاء كتير. ليه؟ ولما تيجي تبص بقى للاسباب، ما هو اكيد الاضرار دي كلها ليها اسباب. فانا بصراحه جيت قعدت احاول ابص ايه الاسباب. يعني اكيد في اسباب ممكن تبقى سبب ان احنا ليه المرتبات بتتاخر. محتاجين اجابات منطقيه. والحقيقه انا لقيت ان هم قد يكونوا 4 اسباب، وفيهم تفرعات. فاول واحد اللي ممكن من وجهه نظر البعض هو ده، وانا بشوف ان ده في اطار الاثكس واطار الاخلاق هو سيء، بس مش ده الاسوأ. ان يكون في ازمه سيوله او سوء اداره. يعني في فعلا ازمه سيوله في المؤسسه او في الشركه، او سوء اداره، اللي منها ان ما يبقاش فيه كاش فلو محترم، ما يبقاش فيه بادجيتنج، انا اصلا مش عامل حسابي ان انا هدفع المرتبات دي. فده ممكن يكون سوء اداره، او مش عامل فوركاستنج محترم ان انا عارف ان انا المرتبات هتزيد بالشكل ده السنه الجايه وهكذا. غلطات اداريه، فالمحاسب نسى يقفل المرتبات، البيرول ما اتعملش، البصمه لسه ما اتاخدتش. فده ممكن يكون اسباب ان ممكن ليه المرتبات بتاخر في اطار البند اللي احنا اتكلمنا عليه، اللي هو ازمه ماليه وسوء اداره. احنا لسه في رقم 1. او بقى ان الشركه معتمده على القروض، وربنا يحفظنا ويحفظ الجميع يا رب من حاجه زي كده. فيبقوا مستنيين القروض، فلسه مستنيين موافقات، فهم معتمدين على القروض، هيبقى في فلوس بس ما تقلقوش. فالموافقات تتاخر فالمرتبات تتاخر. او في ازمه اقتصاديه لاي سبب، زي مثلا وقت الكورونا، او اي ازمه اقتصاديه بتمر بتبقى يعني عنيفه. او وده برضه من سوء الاداره، ان التزامات كتير. فجاه اشترينا اجهزه، طيب احنا حاسبينها؟ طب حطينا في بالنا اولوياتنا؟ او الحجه اللي اوقات بتتقال وللاسف هي فاليد وممكن نبقى نتكلم عنها بعدين، وهو ان العملاء ياخروا الفلوس. فانا كشركه ليا فلوس بره، ليا 1000 جنيه بره، ولكن معيش جنيه، والمرتبات بتاعتي اصلا 200 جنيه مثلا. فانا اصبح انا ليا اكتر من اللي عليا، بس اللي ليا مش معايا. طب هل ده ذنب الموظف، ولا ده جزء من ريسك انك تعمل بيزنس اصلا؟ وعشان كده ممكن يكون من نظرة الموظف ان ده جزء من ريسك انك تعمل بيزنس، فانا متقبل انك انت هتعمل فلوس اكتر مني عشان انت واخد ريسك ممكن يكون اكبر مني. ما تدخلنيش في الريسك ده بقى. ممكن الموظف يبقى شايف كده، انا اصلا بشتغل معاك عشان انا مش عايز الريسك ده، عشان انا مش قد الريسك ده، عشان انا مش ضامن ان انا اعرف الم فلوسي. انا عايز فلوسي اخر الشهر، عايز فلوسي زي الاتفاق، بالاسبوع، بالشهر، بالسنه، بال20 سنه، ايا كان حسب الاتفاق، على شروطه، ايا كان الشرط.
فده سبب. اما السبب التاني بيكون برضو ده من وجهة نظري يعني، ومن اللي الواحد شافه، ان اوقات الناس بتأخر، وده للأسف الواحد شافه يعني، تأخر المرتب عشان يعززوا من الأرباح. فممكن يكونوا مأخرين المرتب عشان حاطينهم في البنك، ففي مش عارف فوائد وقصص. ف أو هيدخلوهم في بضاعة تانية. فده سبب للأسف موجود. وقد يكون السبب الثالث إن إحنا بنأخر المرتبات عشانه، واللي بعض الشركات بتأخر المرتبات عشانه، عشان لوي الدراع. يعني إيه لوي الدراع؟ يعني إن الشركة تقرر إن أنت على طول كموظف هيفضل ليك عندي. وده بيكون ناتج يا إما عن إن هم ما بقوش واثقين في الموظفين. ودي أنا بقول لك هو الموضوع كله داخل في بعض. إحنا عندنا أزمة أخلاق في البيزنس، عندنا أزمة أخلاق كلها مفتحة على بعض. فأنا ليه عايز ألوي دراع الموظف؟ ما أنا حاجة، أنا كشركة أنا عايز ألوي دراع الموظف عشان هو بيسيبني في أي وقت فجأة. طب هل الموظف، طب ما تقول له يا سيدي، قول له قبل ما تمشي وامشي بمنتهى الشياكة ومفيش أي مشكلة. فأصبح أنا رد فعلي إن أنا عايز ألوي دراعك يفضل على طول ليك فلوس، مع ان انا معايا فلوس وعارف ان المرتبات حاجه تحترم، وعارف ان انا عايز احافظ عليك، بس انت مضطرين ان انا اعمل كده. بس زمايلك عملوا كده معايا مليون مره. فيتاخد الناس الكويسه مع الناس الوحشه مع الناس السيئه في الرجلين. ولكن مش ده اللي ربنا امرنا بيه. وهنتكلم عن بعض الحلول، بس لما تيجي تفكر كده هتلاقي لو كل واحد عامل الناس بأخلاقهم، هتلاقي يعني أنا لو عملت الراجل اللي بيكذب عليا ده وكذبت عليه فبقيت كذاب، والمنافق بقيت منافق عشان هو منافق، فأصبح كل واحد وهكذا وهكذا وهكذا، أصبح كل واحد عنده صفة واحدة بس وأنا بقى عندي 10 صفات. فبالتالي أنا مش عشان اتظلمت فأظلم، أنا مش عشان اتظلمت فأظلم. ودي اللي احنا محتاجين نعترف بيه. احنا في مليون واحد وحش وأذاك، حاول تحط حلول، حاول تحط حاجات من غير ما تظلم حد. فثقافة لوي الدراع، وان يبقى على طول انا عليا فلوس للموظف قاصد، ما اعرفش، بحسها صعبة قوي. وفي حلول. اما بقى رابع واخر سبب، اعتقد يعني ان ده بيكون آه للشركات ما بتكملش اصلا، او شركات يعني بيبقى الموضوع صعب قوي برضو، ان ان هو مش فارق معايا اصلا. ان انا كصاحب الشغل ممكن ما يكونش فارق معايا. يعني انا مش فارق معايا انت تاخد مرتبك ولا ما تاخدوش. تفرق معايا في ايه؟ انا اجيب مليون موظف مش فارق. ما هو الناس مش لاقيه شغل، فانت مش معقول هتسيب الوظيفه فاستنى على فلوسك 3 4 5 6 7 8 شهور. وفي كده، في بالشهور الرهيبه وفي اكتر يعني. وانا هنا مش بتكلم على ان تتاكل عليك الفلوس، انا بتكلم ان هي تتاخر. فاصبح ان دي اسباب.
بس نرجع تاني نقول إن إحنا محتاجين نبص للمرتب على إن هو دين وكلمة أنا التزمت بيها. الموظف التزم بكلمته إن هو يجي في ميعاده، إن هو يتقن شغله، إن هو يخلص التاسك. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. فأصبح إنك أنت مجرد إنك توفي بعهدك، إن أنا هديلك المرتب ده، هديلك المرتب في الوقت الفلاني، شوف جزاؤه إيه. شوف أذى كبير ممكن يكون بيوت اتخربت بسبب إن معهمش فلوس، بسبب تأخير في مرتب، بسبب سوء إدارة، بسبب أزمة سيولة، بسبب تعمد، بسبب عدم اهتمام، بسبب إن أنا عايز أرباح أكتر. بيوت ممكن تتخرب، ناس ممكن تكتئب، أطفال ممكن ما يلاقوش ياكلوا، ناس كبار ممكن ما يلاقوش يتعالجوا. أذى كبير كبير والله. ومن ناحية تانية الخدمة اللي انت بتقدمها او المنتج اللي انت بتقدمه مش هيكمل. والله انا من كام يوم شفت بوست كده لواحد من اكبر الناس يعني، وناس حد معروف قوي. فواحد منزل له بوست وبيقول يعني في شعر بقى، دخلوا الناس، كمية الناس اللي بتكتب تعليقات. وانا هنا مش بتكلم ان هي تعليقات صح ولا لا، انا بتكلم على الفكرة نفسها. ان طب ادفع الفلوس اللي عليك، طب طالما انت معاك المليارات دي، طب ادينا مرتباتنا. وكمية حسبي الله ونعم الوكيل، وكمية دعاء، وكمية حاجات. والله لو الكلام ده صح محدش قد الدعاء اللي الواحد بيشوفه ده، لو هو فعلا ده اللي تم. ف فاحنا اكيد في حلول. و وعامة احنا محتاجين ان احنا ما نماطلش في حقوق الناس. مطل الغني ظلم. ظلم ان احنا نماطل واحنا معانا الفلوس. ف احنا محتاجين نعرف عشان نحل ونحاول نبقى بنحسن من العلاقة، وبنحسن من الشغل، وبنحسن الوضع. أنا عندي كام رسالة. أول حاجة الحلول إن إحنا ندرك أثر والضرر على الموظف وعلى نفسنا ك... كمديرين وكأصحاب شركات وكمسؤولين عن المرتبات، وأثر الضرر اللي إحنا ذكرناه على المجتمع وعلى الجودة وعلى الثقة. وأقول لك حاجة، يكفي الدعاء. يكفي إن حد يبات حاسس بالظلم ف... فربنا بيغفر جميع الذنوب، ولكن ظلم العباد مقترن بعفوهم عنك، مقترن برد المظالم ليهم. فالظلم مش ان انا ادي لك المرتب ولا ما اديهالكش. قد يكون الظلم ان انا ادي لك المرتب في غير ميعاده، لان من الظلم
بالناحية التانية ان هو يعمل لك المنتج اللي انت طالبه في غير ميعاده. انت عندك طلبية اخر الشهر والمفروض تتعمل، لما انا حاجة اعملها لك السنة الجاية والعميل مش هياخدها الا هي اخر الشهر، يا اما لا، يبقى انا لو عملتها لك السنة الجاية يبقى زي قلتها. لو صليت الجمعة في اي يوم تاني يبقى هي مش جمعة. فكل الامور في ديننا مربوطة بوقت. احنا مش بنصوم ال 30 يوم في اي وقت، مش قدامكم 30 يوم صوموهم في اي وقت. 30 يوم في رمضان بالطريقة من الفجر للمغرب. احنا الصلاة ليها مواعيد، مش 5 صلوات في اي وقت. فالفكرة نفسها ان الحاجة تكون مربوطة بوقت. فالمرتب محتاج مش بس يدفع، لا ده يدفع في وقته. ف طيب انا ادركت الاثر ده، وادركت ان ربنا بيأمرنا ان احنا يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. فانا ادركت ده، وما زلت انا كصاحب مؤسسة عندي ازمة. انا نفسي اديهم المرتب بس عندي ازمة. عندي ازمة مادية، عندي ازمة في ايا كان. انا فعلا من قلبي والله بحاول اعمل كل حاجة. فانا محتاج ان انا اولا يبقى فيه شفافية، واوقات تكون الشفافية غير كافية، لان انا غصب عني انا موظف، انا محتاج الفلوس. فيبقى محتاج ان انا يبقى فيه اولا انا من عن نفسي احسن الادارة، اتعلم الادارة، احسن التخطيط. كل ده عشان الحاجات اللي هي تصنف ان انا غصب عني مش متعمد. ف فان انا عشان ما ابقاش متعمد محتاج اعمل اللي عليا كويس جدا. محتاج ان انا اذاكر في الاداره، اخطط كويس جدا، ابقى عامل حسابي على مرتبات الناس قبل فلوسي انا الشخصيه، قبل ارباحي، قبل اي حاجه تانية. فزي ما انا خططت ان الشركه دي هي مثلا هأجر ده، هشتري المكان ده ب1,000,000 جنيه، انا محتاج اعرف ان مرتبات الناس مثلا لمده سنه هي 1,000,000 جنيه. فيبقى البيزنس ده هيكلفني 2,000,000 جنيه. وكل ما الازمات بتزيد كل ما ابقى مخطط ان انا عامل حسابي على مرتبات لفترات اكبر. ففي الاول في ناس كانت تقول 6 شهور لو تقدر تخليهم على جنب للمرتبات. كل ما الازمات تحس ان هي بتزيد كل ما لازم تعرف ان تكلفه فتح المشروع هتكلفك اكتر، لانك لازم تبقى عامل حسابك على ان الازمات ممكن تبقى اكبر وتحتاج تضخ سيوله اكتر. فهنا محتاج ان الكاش فلو يبقى فيه حسابات دقيقه، وعارف ان مرتبات الناس خط احمر. ارجوك بلاش قروض، الله يكرمك. ودي بقى حاجه في البركه. ولما تيجي تبقى عايز تتوسع، وده اوقات اللي بيعمل مشاكل، فتلاقي ناس عامله فروع كتير ولكن ما بيدفعوش المرتبات. فارجوك، التوسع مش في الاجهزه، التوسع مش في الاماكن، التوسع بالناس. فلو الناس ما بتاخدش مرتباتها حرام عليك. فده الاولى. فاتقي ربنا في الناس اللي معاك، وقبل ما تفكر تلتزم باقساط كتير جدا 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 جدا، حط التزامات المرتبات الاول. اعمل حساب كل اندستري او كل مجال معروف فيه ان تاخير فلوس العملاء بيتعمل ازاي. يعني في مجالات هو معروف ان المناقصه هتتم
وهتفضل بالشهور عشان تاخد فلوسك، فانت تبقى عارف. فده جزء من الاداره، ان انا اكون مذاكر المجال ده وعارف ان انا وارد ان انا فلوسي تتاخر، واحاول احل بقى حته موضوع تاخير العملاء، احله بقى بامور تانية ممكن نبقى نتكلم عنها بقى. ان انا طب اللي هيدفع الاول، طب مش عارف طب ان انا اعمل عروض للناس وبس هم يدفعوا الاول، او ان انا اختار العملاء اللي هتعامل معاهم وهكذا. ولكن الموظف مش بيبقى ده ال- اللي يعني مش ذنبه. الدنيا بقت صعبة جدا على ان احنا كمان المرتبات تتأخر، لان كشركات اوقات مش بنبقى عارفين نزود الزيادة في المرتبات اللي تحاكي ظروف الناس، او اللي تعكس انك انت فعلا عايز تساعده. فاوقات عشان انت الدنيا اوريدي غاليه عليك، وضرايب والتزامات واقساط ومش عارف ايه، فانت بتحاول تزوده وفعلا بتحاول ترضيه باي حاجه، فعلى الاقل اديهوله في ميعاده. فهنا محتاجين ان يكون في تخطيط مالي محترم، وتعرف السبب الحقيقي. فده من الاداره انك انت تعرف السبب الحقيقي ورا ان انا ليه المرتبات بتأخر. فممكن يكون في مشكلة إدارية في الحسابات، انت في فلوس بس الناس بفلوسها بتأخر لمجرد ان في حد ما بيعملش شغله كويس، لمجرد ان في حد مكسل، لمجرد ان في حد بيلوي دراعهم، لمجرد ان في حد مؤذي. ولكن هي عشان انت صاحب العمل فانت دي مسؤوليتك. اما لو حضرتك الشخص اللي مكسل، فعشان خاطري حط نفسك مكانه. ما تخليش نفسك تيجي تلاقي حد بيدعي عليك، ما تخليش يوم القيامة يجي وانت آه، في سيئات ولا عليك دين لحد، أذيت حد. خلي البركة تعم في البيزنس بتاعك وفي بيتك وفي بيوتهم، وحاول تحط حلول وتراقبها. أما لو انت بقى مش فارق معاك أصلا الموظفين، فما اقدرش اقول لك غير انك انت تبص في الحاجات اللي احنا ذكرناها في الأول، وبص حتى للموضوع بأنانية. بص حتى للموضوع ان دي سمعتك، بص حتى للموضوع عشان يبقى فيه الكاليبرز، او لما تيجي تدور على ناس يشتغلوا معاك يبقى فيه ناس موجودة عارفين ان انت سمعتك انك بتدي الفلوس في ميعادها. بص على الجانب انك انت ده هيعود ان الناس تبقى مبسوطة، في البرودكتيفيتي تبقى احسن، فيشتغلوا اكتر فينتجوا احسن. بص على الموضوع بأي نظرة تعجبك، بس المهم خليهم يفرقوا معاك. اما بقى ختاما، فانا عندي رسالة للموظف. انا عايزك حاجتين دول اللي في بالي بصراحة. والله انا عارف الوضع عامل ازاي، وعارف الموضوع مؤذي ازاي، وعارف كمان ان ممكن ما يكونش في ايدك حاجة تعملها. بس انا هقولك على حاجتين. اول حاجة، لو الشركة كبيرة و... وفي اصحاب الشركة ممكن ما يكونوش على دراية بالتأخيرات اللي بتحصل دي، فحاول توصل له. حاول تتكلم مع الناس، حاول تشرح له ظروفك، وتشرح له المنطق ورا بالحاجات دي. ان ما انا اكيد البرودكتيفيتي هتقل. اتكلم معاه في ظروفك، اتكلم معاه في الالتزامات، اتكلم معاه في ان احنا عايزين نحل الموضوع ده. اما لو انت في ايدك الموضوع وانت بتتكلم، حاول تبقى، مش عارف اقولها لك ازاي، بس يعني
انت دورك، انت ليك حق، وحاول ما يخليش ده يخليك ما تطلبهوش او يخليك تظلم حد، لان هي دايرة، هي دايرة. انا مش عايز ده يأثر على اتقانك لشغلك او انك تتقي ربنا في شغلك. فلو ده ابتلاء ان مرتبك اتأخر، حاول تسعى انك تصلحه، حاول تسعى انك تتكلم مع الناس، حاول تصبر على قد ما تقدر واتكلم مع الناس، وادعي ربنا، وادعي ربنا يرزقك بوظيفة او بمال حلال، بانك انت تفضل متوكل على ربنا سبحانه وتعالى وبتعمل شغلك وبتتقن شغلك، وان هو يكرمك مع ناس تتقي ربنا فيك. ده اللي عليك تعمله. اما بقى لو انت حضرتك بتشتغل حاليا في شركة ملتزمة بمرتباتها، ودول موجودين الحمد لله، وربنا يا رب يكتر من الناس اللي بتلتزم بكلمتهم، اللي فعلا بيهتموا بالناس. فلو حضرتك بتشتغل مع الناس دي وبتاخد مرتبك في وقته، وانا ده فاهم ان هو مش منة من حد ولا فضل من حد، انك لان ده الطبيعي انك تاخد في ميعاده، بس انا لما الحاجة الوحشة بتسود، الحاجات الكويسة بتبقى نادرة. وجالك وظيفة تانية في حتة بمرتب أعلى شوية، عشان خاطري اسأل على الشركة التانية الأول، اسأل كويس جدا، ما تبصش للرقم وبس، لأن الرقم أوقات بيكون مكتوب على الورق حلو، بس أنا هل باخده؟ طب هل باخده في ميعاده؟ ولا هيتاكل عليا؟ ولا ممكن يمشوني كمان شهر؟ فالفكرة مش بس الرقم، الناس، عدد الناس اللي بيلتزموا بكلامهم وما بيقلوش مع الناس وما بيغلطوش للأسف مش كتير. أنا ما بسوتش الدنيا، ولكن أنا بتكلم عن حقيقة. أنا الحمد لله شفت مجالات مختلفة، وشفت ناس من حتت مختلفة وفي بلاد مختلفة وفي محافظات مختلفة، شفت الحلو وشفت الوحش، وشفت أثر ده على الناس اللي بتشتغل وأثر ده على سمعة الشركات دي. ففي النهاية اسأل كويس قبل ما تاخد الخطوة دي. مش بقولك ما تاخدهاش، بس اسأل كويس، لأن حاجة زي دي افضل ماسك فيها، لأن تأخير المرتبات بقت حاجة مشكلة موجودة، ومحتاجين عن طريق الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها، عن طريق ان احنا ندرك الأضرار اللي بتقع على الأفراد والأضرار اللي بتقع على الشركات نفسها، من ان الافراد ممكن يبقى في ضرر عليهم من التزام من عدم التزامهم بديونهم، او ان هم مش عارفين يكفوا اسرتهم او العلاج او كده، او على الشركات من سمعه، من تيرن اوفر، ناس بتمشي، من انتاجيه، من اثره على المجتمع، ان الكواليتي تبقى رديئه لان اصلا ما فيش اهتمام بالناس اللي هتعمل الكواليتي. حاجات كتير قوي. ولا حتى ان احنا كمان لما بنتكلم عن فكرة الدين، وان ربنا سبحانه وتعالى هيبقى بيخاصم حد عشان ما ادالوش حقه. فانا اسف عن ان انا طولت، بس ده موضوع حسيت ان هو لازم نتكلم فيه، ولازم نوضح هو اضراره ايه، لان دي بقت مشكلة بيعاني منها الناس، وبقت بحس ان هي اخلاقنا في التزامنا بكلمتنا، وان احنا نوفي بالمرتبات في ميعادها. الكل كسبان، مفيش حد خسران، لا اللي هيدفع المرتب في وقته مهما مهما صور له، مهما صور له ان هو كده
خسران، ولا ان هو كده لا ده يعني كل طلباتهم مجابة. يا ريت كل طلباتهم مجابة، يا ريت الناس كل طلباتها تبقى مجابة عشان نشتغل مع بعض واحنا مبسوطين. بس ده مش طلباتهم مجابة out of nowhere، ده طلباتهم مجابة مش فجأة، ده طلباتهم مجابة باتفاق حصل والشركة والموظف وافقوا عليه. ف... فده كانت أول حلقة في أخلاق البيزنس في قصة تأخير المرتبات. فأتمنى تقول لي رأيك، وأتمنى إن احنا نحاول مع بعض نغير ال... الواقع. ولو عندك أي حاجة محتاج إن احنا نناقشها في البودكاست ده، أنا حابب إن احنا نناقشها، وربنا يجعلنا سبب إن احنا نفيد غيرنا ويرزقنا علم نافع يا رب. و... وأشوفكم على خير إن شاء الله. السلام عليكم.